لقد فعلتها. دي احسن صفقه انا عملتها في البلاك فرايداي السنه دي بافضل سعر ممكن. تخيلوا دي اساسا سعرها زي ما انتم شايفين في الصوره 1000 جنيه، انا جبتها ب 450 جنيه في العرض. فالحقوا العرض هيخلص اخر شهر 11. انا لسه واصله لي الشحنه دلوقتي لازم اعرفكم عليه عشان ده اساس علاج الشعر، اساس ترميم الشعر. انا كل عرض بستنى ده لما ينزل اروح فورا اشتري، وكلمتكم كتير قوي عليه وقلت لي احنا قلبين الدنيا مش لاقيينه. انا النهارده هوريه لكم. يلا بينا. لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين. يلا شرفتيني ونورتيني ونبتدي الفيديو على طول. اول حاجه دي طبعا شركه ميلانو فارم. شركه ميلانو فارم دي انا اول حاجه جربتها طبعا الغسول بتاع البشره اكتر من رائع. بعد كده بدات واحده واحده اتسلل جوه الشركه واشتري كل حاجتها. طلعت عندها حاجات كتير قوي، بس بالاخص حاجات البشره وكمان الشعر هي الكويسه جدا جدا، لان الشعر اساسا مكون من حاجتين، هو البروتين وكمان البيوتين. الاثنين دول لو توفروا في اي منتج انت بتستعمليه لشعرك صدقيني شعرك هيتعالج وشعرك هيكون كويس خلال 4 اسابيع مهما كانت نوعيه شعرك. عايزه تجعيده شعرك تبقى مفرود وناعم، تعملي ترميم لشعرك، ترجعي شعرك زي ما كان ايا كان اللي في شعرك، تقصير، تساقط، عايزه تطولي شعرك، عايزه تنعمي شعرك، عايزه اي حاجه لشعرك ما بعد البروتين. لو انت عملتي طبعا ماده البروتين وشعرك بيتساقط جدا وضعيف جدا، عايزه ترجعي شعرك زي ما هو 4 اسابيع استعملي المنتجات اللي معايا دي. لازم روتين كامل بالحاجات دي كلها، شعرك هيرجع خلال 4 اسابيع بالظبط. وطبعا اول ما نزل العرض انا اشتريته فورا. عشان كده دايما بقول لكم من اول شهر 11 لو انتوا بقى متابعيني في الفيديوز بتاعتي على طول بقول لكم المنتجات اشتروا ده اشتروا ده اشتروا ده. ده مهم جدا 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 بدل ما بتصرفوا فلوسكم على حاجات كتير قوي قوي ومنتجات كتير قوي ملهاش لازمه. اول حاجه طبعا هنبتدي بيها هو الشامبو والبلسم. الشامبو ده مكون من البروتين وكمان البيوتين، ده مهم قوي قوي لشعرنا، وكمان زيرو سلفات وزيرو بارابين وكمان زيرو كحول وزيرو سيليكون، يعني طب من المقام الاول. زائد انه كمان في زيت الارجان وده كمان مهم جدا جدا. ده الشامبو. اوكي ده الشامبو، ده شكله من الاول اهو تمام. شامبو بلسم. الحاجه ده بيعالج الشعر من المقام الاول، علاجي. اول حاجه ان البروتين بيعالج انبات الشعر وبيعالج بصيلات الشعر وكمان بيعالج لو في اي فراغات في شعرك، غير انه بيساعد على تطويل الشعر اسرع بكتير. اول حاجه زيت الارجان بينعم الشعر جدا. ليه بقى زيت الارجان مع البروتين في الشامبو ده؟ زيت الارجان مهم جدا جدا لشعرك. زيت الارجان بينعم الشعر، بيغذي الشعر، بيساعد على ترطيب الشعر. احنا اساسا لو انت شعرك جاف وكمان فروه الشعر بتبقى جافه جدا جدا او فيها قشره او فيها التهاب، لازم ترطبي بصيلة الشعر او ترطبي فروة شعرك. ده من المقام الاول اللي بيحسن وبيخليش فيه تساقط في الشعر. لما بيبقى فيه فروة الراس تبقى ناشفه بيحصل ايه؟ بيحصل تكسير في بصيلة الشعر. شعرك بيبقى موجود بس بيتكسر، تلاقي شعرك بيقع كتير قوي قوي اكتر من الطبيعي. احنا الطبيعي عندنا لغايه 100 شعر، حاجه بسيطه قوي. لو وقع اكتر من كده يبقى انت عندك جفاف فروة الراس وعندك تساقط مهما كنتي بتاكلي كويس، بتاخدي فيتامين كويس، بتاخدي الحاجات دي كلها. لازم تستعملي منتجات فيتامينات موجوده في جسمك اصلا زي البروتين وكمان البيوتين. ده مهم قوي 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 اكتر ما انت متخيل. البلسم برضو بزيت الارجان والبروتين. ده بتحطي الشامبو بتحطيه على شعرك من 3 دقائق ل 5 دقائق، بس انا افضل 3 دقائق ودي حاجه كويسه قوي. وكمان البلسم احنا بنحطه على اطراف الشعر من 3 دقائق برضو ل 5 دقائق. الشامبو ده لازم على فروه الراس تبقى 3 دقائق 3 دقائق بالظبط، لان ده علاجي من المقام الاول وهيفيد شعرك جدا وهيحسن شعرك جدا جدا، وهتشوفي النتيجه خلال 4 اسابيع مذهله. دول لو اشتريتهم لوحدهم غاليين قوي، فاحسن حاجه ليكم في العرض بتاع دلوقتي. انت بقى لو عندك اساسا شامبو وما خلص بس عايزه ماسكات ترمم شعرك وترجع شعرك، فيها الاكراتين وكمان البروتين والبيوتين، فيها 3 مع بعض. انا هسيب لكم الماسكات دي، الماسكات اللي انتوا شايفين صورتها دي واللينك تحت في صندوق الوصف، فيها كل انواع الماسك بيساعدك انك ترممي شعرك وترجعي شعرك تاني احسن من الاول. واول ماسك اللي انتوا طبعا كلكم سالتوني عليه في الفيديو اللي فات ده ولا ده انا مش عارفه هو ده، اكيد صورته هتبقى هنا الصوره دي. سالتوني على الماسك ده. الماسك ده هو الوحيد اللي ممكن يرمم شعرك بسرعه وخلال 3 مرات، لان فيه اهم 3 مواد موجوده اساسا في جسمنا وبتقل على طول. هو ماده، بصي انا عايزه يا رب بس تقروها، البروتين والاكراتين. ده فيه ال3 مواد اللي شعرك محتاجه، البيوتين والاكراتين. وكمان بصوا هو بيجي لي مبرشم كده عشان تبقوا عارفين لما يجي لك حاجه لازم تجي لك مبرشمه كده. انا هفتحه قدامكم. ده بتحطيه على شعرك من 10 دقايق ل 12 دقيقه، اقل حاجه زي ما قلت لكم قبل كده 9 دقايق عشان تاخدي اي نتيجه كويسه. 9 دقايق. الماسك ده بقى لوحده اختراع، ريحه وترطيب. وبصي هتلاقي شعرك ده حرير بعد ما تستعمليه. هو بيجي بصي مقفول كده، انا بحاول بس افتحه، انا خايفه يخش. ده شكله، ريحته
اكنك في صالون، حاجه حلوه. انا ان شاء الله هاخد معادي الشاور بتاعي بكره وهطلع لكم شعري مبلول عشان تتفرجوا على المنظر ده، لان انا على طول اساسا بشتري الماسك ده. والحاجه اللي بقول لكم عليها صدقوني انا شارياها ومجرباها بقالي سنين، مش سنه ولا 2 ولا مجرباها شهر ولا 3، لا مجرباها بقالي سنين. ودي منتجات مصريه ونتيجه فوق الخيال. من المجموعه اللي انا بحبها جدا جدا واستحاله اشتريها لوحدها لانها دي غاليه قوي بصراحه، مش رخيصه. V2 بوينت، اوكي انا بقولها صح. دي ستي بقى امبولات، الامبولات دي عجباني قوي. دي بالصبار والبنسينول وكمان السلاسيليك اسيد، يعني بترطب الشعر وتغذي الشعر. وقد ايه انا اتكلمت على الصبار وفوائده لما جربته، رهيب. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف، وده كمان صوره الفيديو بتاع فوائد الصبار للشعر وللبشره. دي شكل الامبولات، شايفين الجمال؟ على فكره ده مش بلاستيك، ده ازاز. انا هوريكم بس واحده من قريب، ده ازاز، اوكي. شايفين الجمال؟ شايفين حلوه ازاي؟ دي لشعرك بعد ما بتخلصي شاور بتحطيها على شعرك، ده ما بتتغسلش، بترطب الشعرايه وبتغذي الشعرايه وبتطول الشعر بسرعه جدا جدا. 5 اسابيع بتلاقي شعرك طول اسرع. ابقي قيسي شعرك وشوفي بعد ما بتستعملي الامبولات دي وبعد ما بتخلص الامبولات، شوفي هتشوفي شعرك طول قد ايه. تاني حاجه ان شعرك بيبقى ناعم جدا ومترطب جدا. انت طبعا بتحطيه على الجذور ودي بتبقى كتير قوي، فاللي بيتبقى بحطه على اطراف شعري كده وبترطب بيه شعري، لان ده حلو قوي قوي قوي. تاني حاجه بقى الكريمات، طبعا كريم التصفيف بتاعهم او كريم تستعمليه كل يوم. انت بتحطي كميه بسيطه جدا جدا وترطبي شعرك بعد ما بتخلصي شاور. بصي هو بيجيلك مبرشم كده عشان تبقي عارفه. بصراحه هم امنه جدا جدا ودي حاجه بتعجبني، والاوردر بيوصل بسرعه قوي. يعني هو قال لي من 5 ايام ل 7 ايام، انا لقيته تاني يوم على طول. دي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه قوي. ده حلو جدا للشعر، بينعم الشعر بيرطب الشعر، لان الناس اللي بتستعمل المجموعه دي بيكون عندها نشفان جامد في الشعر وعندها هيشان في الشعر، فما ينفعش معاهم سيرم خالص، لازم يكون معاهم كريم علشان يساعد على ترطيب الشعر اكتر وتغذيه الشعر اكتر ويعمل غلاف للشعرايه ويحمي الشعرايه من عوامل البيئه. ممكن الشمس، الرطوبه، قله شرب الميه ممكن تتكسر بسهوله. فطول ما انت شعرك جاف لازم تستعملي كريم لشعرك. ودي حاجه بقى اللي معاهم الواكس ده. الواكس ده بيقولوا بيثبت تسريحه الشعر وريحته مش قوي، ريحته حلوه كده مش، فانا ممكن استعمله بس للبيبي هير عشان يثبت البيبي هير، عشان ساعات بيقف كده شكله رخم. الواكس بتاعهم الجديد ده عجبني قوي. انا كنت باخد الاوردر قبل كده من غير الواكس ده جديد على الاوردر. انا كنت باخد بس ال4 حاجات. دي كمان حاجه كويسه جدا. حبيت اوريكم قد ايه العنايه بالشعر مهمه جدا جدا ورخيصه جدا جدا، واستغليها في فتره الخصومات اللي احنا فيها دي. لو حاجتك خلصت اشتري، حاجتك ما خلصتش خليكي استعملي الحاجه بتاعتك لما تخلص. وفي خصومات جايه بعد كده، وتابعيني عشان اقول لك الخصومات الجايه بعد كده. وما تنسيش تعملي لايك الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت. عندك الانستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات، اعملي لي بقى فولو عليهم. باي باي.